نديروا له هنايا كنافه، راح نديروا كنافه صالي لهنا معتادين احنا كنافه بالجبنه، كنافه بالشوكولا، بالفستق، كل واحد واش يديرها. اليوم حنديروها بالدجاج لهنا. واش عندنا لهنا كميه الكنافه اللي كنا قطعناها لهنايا ماشي قطايف، كنافه تاع السوريه لهنا نقطع لهنا قطعها مليح ولا قطعها بالموس. ناخذوا لهنايا ندوبوا لهنايا عندنا لهنا مارغرين لابيل اللي كنا لهنا ندوبوها، نشربوا مليح هذيك الكنافه ديالنا. ومن بعد ناخذوا لهنايا مقله اللي تلفقنا خاطر نطيبوها في المقله ما نطيبوهاش في النار باش مدنا ديك القرماشه والداخل طيب لنا مليح. لهنا نخلوها على جانب اخر نروح ناخذوا لهنا لاصوص اللي حنحشيو بها هذه الكنافه ديالنا ونسقيو بها كذلك الكنافه ديالنا. حنديرها لهنا بالدجاج. واش عندنا لهنا حبه تاع ولا اثنين تاع البصل مقطع مكعبات تكون كونتيتي مليحه باش تزيد لنا البنه. نديروا ملعقه تاع مارغرين ماني وكذلك لهنا ملعقه اثنين تاع الزيت. نضيفوا لها توابل، عندنا ملح فلفل كحل هذا معك باش ما نبدلولاش الذوق ديالها. نقليو مليح هذاك البصل حتى يبدا لنا لون ذهبي، ومن بعد نزيدو نضيفوا له هذاك الدجاج كذلك نخليو هذاك الدجاج على يتقلى لنا مليح. ومن بعد نمرقوا بمرق لهنا تاع الدجاج، هي لا كاركاس تاع الدجاج اللي ما فين نقولوا نحوهم نخلوهم يغليو لنا، ندير لهم لهنايا نحتفظوا بهم في الثلاجه ولا. ومن بعد لهنا نمرقوا بهم لهنايا الاطباق تاعنا. قلنا لهنا نطيبوا الدجاج تاعنا عادي بالبصل والفلفل الكحل ملعقه تاع مارغرين لابيل لهنا توابل قلنا ملح فلفل الكحل البر نخلوهم يطيبوا. بعد ما يطيب لنا نصفيو هذاك الخليط ديالنا صافي نحتفظوا هذاك لاصوص نخلوه على جانب اللي نسقيو بها. وعندنا الدجاج تاعنا حنا نحبوا نديروا بولي اشي ولا اختياري ولا لحم مفروم ولا لحم مفروم على تجي شغل ثقيله شويه. انا حبيت الدجاج ونديروا ايفيلي لداخل باش تجي بنينه تجي شغل كالبسطيله تجي لداخل. نصفيو وبعد ذاك الدجاج هذاك نفتوه لهنا ايفيلي نضيفوا له هنا كميه تاع 100 ولا 150 غرام تاع جبن ابيض. هنا نديروا كميه تاع لي سلاي هذو هما نحطوهم هما اللي يمدوا لنا ذاك تاع لاكن اللي يكون لداخل ولا جبن موزاريلا كل واحد واش عنده موجود في البيت. واش نديروا ناخذوا لهنايا هذيك الكنافه تاعنا نديروا الطبقه الاولى بعد ما كنا دهناها لهنا مارغرين ماني لابيل بليتو. لهنا نفرشوا كميه نص كميه نديروه هو الطبقه الاولى. نديروا الحشو اللي كنا درنا تاع الدجاج والبصل والاجبان نديروه في الوسط. نعاودوا نزيدوا نغطيوها نضيفوها نحطوها فوق النار نخلوها على نار هاديه لهنا حتى تمد لنا هذيك التحميره. بعد تحمرنا من تحت نعاودوا نقلبوها كذلك نخلوها تزيد تحمرنا مليح. بعد ما تجي خبزه قطايف تبان تجي شغل خبزه قطايف خبزه تاع الكنافه تشبه هي خبزه قطايف. بعد ما طيب لنا مليح تكون عندنا لاصوص تاعنا تكون بارده. حنا صافي نديروا علاه كنديروها سخونه باش ما تعجن لنا. نسقيوها بهذيك لاصوص ومن بعد التزيين يكون اختياري. جبنينا ايمن باينه شفنا جي هايله ما عنديش شك شوف نادي فيك انت تحديدا ما عنديش شك على بالي بكل شيء زعما كنديروا الناس تستغرب منها شويه. لا لا هذه ماهيش غريبه هي علاه حنا الكنافه خاطر معتادين عليها دائما السكري. حنا كيكون الكنافه بالجبن ديجا تقول لك الجبن والقطر والاخر. انا ديجا الكنافه البريفيري تاعي تكون بالجبن ما نحبهاش تكون بالشوكولا. انا ثاني انا وليت حاجه اللي بزاف حلوه ما نقدرش ناكلها. انا دوك شفت هذا الكراميل ما قدرتش. ونزيدك توالف السكر ونزيدك بعد خاصه في رمضان هذا اللي فات محلات تاع كنافه وكل شيء تلقاه يزيد يطليها بالشيكولا من الفوق تلقاي مكسرات وهذا بعد الوجبه والفطور الدسم اللي كليناه صعبه كان الامور صح. ياش عندي شهيه في السكر بزاف انا كيما انا في رمضان معبلهم ضربت الحبات قلب اللوز في الصحراء حتى الزوج تاعك على بال نتلاقى في الصحراء ويشوفني نديرها. هو ثاني كان ياكل ثلاثه لا ما نقدرش نبيع ولكن كنا قاعدين في بلاصه واحده. ولكن انا في السهره تاع رمضان 3 حبات قلب اللوز ما كاينش تحتهم تسمى من 3 وروح. ونشوف هذيك الكنافه كيفاش ياكلوها هكذاك بالشيكولا وبالك يزيدوا لها البيستاش من الفوق والدنيا مقلبه ما نقدرش. لا بزاف لانه كي تكون هكاك شارجي وزيد الداخل قشطه وشوكولا ليش قلب اللوز معمر غير بالدقيق قلب بصح والفناع والعسل ويعني السكر سميد وكل شيء. يا لاباس عليكم ان شاء الله ما يصالكم والو. الانسان ينقص ليسونسيال بنان. لا كيتوالف ما تاكلش الحلو بزاف تولي ما تقدرش تاكل. ويقول لك ايمان انا والفت ما ناكلوش بزاف. ويقول لك حبه قلب اللوز فيها فيها 7 حبات سكر واقيل هكذاك 7 حبات سكر واقيلا 400 كالوري ولا قيس نص ربع الاحتياج تاعك انت كرجل في اليوم. تما 21 حبه سكر في ما فيها حتى قيمه غذائيه والو. بنين لا بنين ما تديونا والو الله سيرتو كيكون محشي الله